اليوم ابغى اسوي لكم كيك عجيب. قولوا ليش. قاعده اشوف هذه البنات الحلوات العراقيات الصغار شو يسوون. اني ابغى اقول لهم خفوا علينا يا حلوين. باي كيك. انا بروح الجبل فوق، يعني في جبل عندهم هنا سلام كيك. طبعا شغلة أحلام هواية كبرت. أنا شخصيا ما أظن إنه كان قصدها الإساءة، إنه السبب واحد بس، إنه هي دائما تعلق لنا تعليقات كلش حلوة، وأني تعلق لي تعليقات هواية حلوة. بس هالمرة خانها التعبير من قالت العراقيات بس، لأنه ما أظن بس العراقيات يسوون حركات للكاميرا. أنتي شخصيا تسوين حركات للكاميرا. وهاي كيكرز، إيش رايكم بفستاني؟ ما أظن أنتي تقولين على الطبيعة. أما العالم اللي تتعارك واحد يسبع الثاني، على فكرة إحنا خلصنا حياتنا حرب بحرب، مناقصنا حرب كيك. وست الحبايب يا حنانا انتي من طرف اخوك اللمبي على كيفك، احنا مثل بناتك. باكي. الله اكبر. طبعا السلام عليكم. هاي بداية سيارة راح نوديها الأحلام بسبب تجاوزها على البنات العراقيات اللي عبر موقع كيك. فبإذن الله تعلو كلمة لا إله إلا الله وثم كبسة الزر ونلتقي الفعليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ابن الناصرية. الله أكبر. أنا أريد أسوي لكم كيك صغير. طبعا العراقيات هذني ليش انت وجهك سحب خشمك جاربين هيك بستله. ايش بيك؟ ايش تحسين؟ ايش تحسين؟ انتوا كلش عمرك 150 سنه جاي بالكيك ما تستحين؟ جاي تحكي عن العراق. اول شيء العراقيه تاج راسك. شكو عراقيه احلى يعني افقس واحده بالعراق شريفه واشرف منك وتسواكم. لا تخلونا نحكي حرامات من الامارات، والله حرامات من الامارات، يعني الامارات ما يشرفون بيك يا عاره. قبر بالشهره. طبعا اسف على الفيديو اللي قبل اللي راح. المهم احلام كويتيه اماراتيه، طبعا هذا ما يهمني، المهم هي من الخليج قاعد تغلط على العراقيات وتسبهم. وانتي حصان، تعرفين الحصان بالضبط، ويمكن الحصان بفايده انت ما بيش فايده، وحتى صوتك لعبان نفس وزباله. العراقيات تاج على راسك يا حيوانه، يا حيوانه. العراقيات تاج على راسك. صح اكو هواي عراقيات خربوا سمعه العراقيين بالكيك، بس ما يهم، العراقيات تاج على راسك يا حصان، يا حصان. موت اللف. ما أدري ليش كلكم جاي تردون على أحلام. ليش تكبرون راسها أصلا؟ والله ما تستاهل تحكي أصلا، يعني بدون أسلوبها غبي كلش بالحكي. ليش تردون عليه؟ هاي كيكرز. بالنسبة لأحلام حلومة حبيبتي، ترى الكيك مال بنات العراقيات الحلوات الصغيرات هو ما يمثلون كل بنات العراق. مثل ما انتي طلعتي بعرب ايدل وتقولين ابي كنتاكي ابي كنتاكي، تراك ما تمثلين كل بنات الامارات. فلا تشملين، لان انتي اصلا ما مشمولة، وخليك بحالك وريلك وفنك الفاشل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد الشباب العراقيين على أحلام العماراتية. ردك أبو فلح. يعني هي ساقطة، شو تريد نرد عليها؟ زين كلهم هم كالية بدو. زين وخل نشوف اصلها منو. الشعره ما تجي للعراقيات هي. زين ردك زين أنا أقول أن أغبى مطربة بالوطن العربي أحلام، لأنه أثقف جمهور بالوطن العربي هو العراقيين. مبروك عليك، خسرتي أثقف جمهور بالوطن العربي. أشكرك رحم الله والديك تمام الكعبي. شو؟ احكي بسرعة. جرى والله. السلام عليكم، شلون شباب؟ ان شاء الله بخير. هذاك اليوم حكيت على بعض البنات العراقيات وتمنيت منهن يطلعن بصورة عراقية واخلاق عراقية، وشفت النتيجة وين ماكو حسالة مثل احلام تجي وتقلد على البنات العراقيات. هاي واحد. اثنين، انت شنو تقارنين نفسك بهالبنات الصغار وانت عمرك عمر جدي الله يرحمه؟ اقروا له الفاتحة. ايش تبين احلام؟ ابي كنتاكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير جميعا. والله يا أخت الدعوة فيها غيرة، فيها غيرة
الغيرة واضحة. نعم، البنت غايرة، فهمتي؟ أفسلك ولها أحلام، عندها نفسية، ما تحب واحد هي التوب، فلا تناقشونها. والله أهل العراق كلهم على راسنا ونحكي وهذا. تحياتي للكل والسلام عليكم. السلام عليكم، كيكي شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا بس حبيت احكي بموضوع احلام. يعني هي البنيه قالت البنوتات الحلوات العراقيات اللي بالكيك، واحنا كلنا نعرف البنوتات مننا اللي بالكيك، اللي هاي ام الحمام اللي تطلع لابسه الخاولي، لو ذيك تطلع ترقص بالسياره ما شاء الله تسوي صدرها هيجي، لو غير اثنين بلا اني ما راح اذكر اسماء يعني حتى ما حد يزعل، بس عندنا بعض البنوتات العراقيات يعني ينزل مواضيع بلا صوره وبلا شيء، ذني خين على عيني وعلى راسي. انتم من تطبون يعني تنتقدون لها بلا فشار وبلا شيء، يعني حتى الواحد يعكس الصورة الصحيحة للبلد. هاي شباب وبنات، طبعا السبب الرئيسي تخلي الناس تنتقد العراقيين فهو احنا. اذا احنا عراقي ينتقد عراقي، عراقية تنتقد عراقي، طبعا هذول يفرغ لهم الجو يجون. تجي واحدة مثل بقرة الكيك تحكي علينا وعلى بناتنا احنا العراقيين، روح شوفي شكلك بالمراية وبعدين تعال احكي على العراقيين. تصرفاتك واسلوبك والكيكات اللي تنزليها تقول الواحدة طفلة عمرها 18 سنة بدور المراهقة، ودي رجلك بالقبر وايدك ما ادري وين. تحياتي لكم يا اخي، وخلونا نتكاتف واحنا نسوق عليهم مو هم يطبون علينا. باي. Yeah, so what up, Kick? Have you seen these girls that all time complain when they go to the club? Guys will be following their ass the whole night and try to hit on them? Well, let me tell you something. If you weren't wearing that short skirt up to your ass, and if you weren't showing all your boobs, trust me, they would have let you alone. You ain't that hot. So please, shut the fuck up and stop complaining. الفنانة الراقية أحلام، أنت حكيتي على بنات بلدي، بما أنه أنا عراقي فلازم أنتفض. أنت مو أحسن منهم حتى تقلدين عليهم. أنا متابع كيكاتك، عندك بعض الحركات اللي قلدتيها المفروض ما تقلديها لأن أنت إنسانة عاقلة وكبيرة. فإذا عندك مشكلة معينة ويا شخص مثل ما قلت النور العبيدي، فما يحتاج تخصصين العراقيات الكل بهذا الكيك، خصص الشخص المعين تريدين توصلي له الرسالة. ومع تحياتي لك. قاعدة أشوف هذه البنات الحلوات العراقيات الصغار، شو يسوون؟ أني أبغى أقول لهم خفوا علينا يا حلوين. شنو قاعد تحلتي؟ هو الكنتاكي طلع قاعد يحلي. خفوا علينا يا حلوين. اني احلام من كنتاكي، اني اعتقد الكنتاكي. احب اقول هاي الاحلام مالتي شنو خفوا علينا. والله احلام تذكريني يعني بنت المتينة اللي قاعدة بين سطرة بنات ضعاف وحلوين، ما حد معطيها وجه بس شي قاطة نفسها. ذكريني بهالبنت. خرب بيتك، ولك بالكويت صايرة مضحكة العالمين مني، الكل يضحك عليك لو تعيبين على العراقيات. روح شوفي صورتك انت هذه تحت باطة عرق ويع انجليزي ما تعرفين تتكلمين اساسا. ليش حي انتي؟ اليوم ابغى اسوي لكم كيك عجيب، قولوا ليش. قاعدة اشوف هذه البنات الحلوات العراقيات الصغار، ارحموني يا عالم حسوا بي، بعد عن العراق ضل لي قلبي يصرخ بصوت، قلبي يصرخ بصوت، عراق بدونك نموت، عراق بدونك نموت، عزيز واغلى من روحي عليا ارحموني. طبعا أنا عندي تعليق صغير على دول الشباب والبنات اللي ملطلطين اللواقي. بعض منهم، طبعا أنا ما دا أقول الكل، البعض منهم. حبيبي إذا أنت ما عاجبك أو أنت إذا ما عاجبك تشوفين الفيديوهات اللي أنا أنزلها، حياتي ماكو داعي تجون تشوفوها، أوكي؟ وأنا لا طالبة فولو ولا سبسكرايب من أحد، ماشي؟ اعجبك كيكاتي أهلا وسهلا تعال اتفرج، ما يعجبك اشطح. يلا.
هاي كيك، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اني اسمي تمارا، عمري 12 سنة. حبيت اشارككم فيديوهاتي وان شاء الله تشوفوها وتستمتعون بيها. واي تعليق تعلقونه علي هذا الشيء يعكس على اخلاقكم. تشاو كيكس. الله أكبر. طبعا السلام عليكم. هاي بداية سيارة راح نوديها للأحلام بسبب تجاوزها على البنات العراقيات اللي عبر موقع كيك. فبإذن الله تعلوا كلمة لا إله إلا الله وثم كبسة الزر ونلتقي الفعليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ابن الناصرية. الله أكبر.